البيتزا النهاردة بتاعتي تجنن يا جماعة، لازم تجربوها، طعمها بجد تحفة. بصوا المطة عاملة ازاي، يعني مش محتاجة اشرح لكم الجمدان بتاعها، هي باينة يعني. هتحتاجوا كيلو دقيق، بس هي كيلو دقيق بيعمل 4 بيتزات، فانا هحتاج بس منهم 3. فانتي عشان اعرفك بس ان المكونات بتاخد قد ايه، فالكيلو دقيق بياخد 4 بيتزات. تمام. هتحتاجي كيس خميرة، معلقتين من السكر، معلقة من الملح، هتبدأي تعجنيهم كويس. واخر مرحلة هتضيفيها هي الزيت، زي ما انت شايفاني الشرح باين في الفيديو. هتبدأي بقى تلمي العجينة، ويا ريت تخلي العجينة لينة، يعني ما تسيبهاش يابسة، يعني خليها لينة، ولو بتلزق في ايدك برضو تمام سيبيها. يعني العجينة كل ما تبقى ملينة كل ما بتبقى جميلة، يعني مش بتبقى محتاجة ان البيتزا تبقى يابسة خالص، عجينة البيتزا. تمام. هتسيبيها بقى تخمر ساعة ساعتين براحتك، عجينة البيتزا بتحب التخمير. تمام. هنا معانا هوت دوج، ومعانا فلفل، معانا بيتزا، معانا قصدي جبنة موتزاريلا، معانا زيتون. انتي طبعا الحشوة اللي تعجبك واللي هم بيحبوها تمشي عليها. فبصوا هنا بقى هنحتاج الصينية ندهنها، هنحط معلقة من سميد البسبوسة، رشة كده من سميد البسبوسة، وبعدين هننزل بالعجينة نفردها كويس في قلب الصينية. سميد يا جماعة البسبوسة، مش اللي هو الاكياس خالص، لا هو السميد بتاع البسبوسة. بصوا هنا بقى الصوص ده يجنن بقى، ولا هنحتاج فرن قصدي بوتاجاز ولا اي حاجة. هنحتاج معلقتين من الصلصة، هنحتاج معلقة جنزبيل، معلقة توم باودر، هنحتاج معلقة زعتر، هنحتاج معلقتين من المية السخنة، هنحتاج معلقة ملح. بصوا صوص يجنن في اقل من ثانية الا ثانية، يتعمل معاكي ومفيش اي صعوبة في اي يعني مفيش اي حاجة تخليكي تصعب معاكي الموضوع، ولا هنحتاج نعمل حاجة على البوتاجاز ولا اي حاجة، كله سهل جدا. هنحط الهوت دوج، هنحط الفلافل بتاعتنا. انتي طبعا عايزه تحطي طماطم بتبقى زي الفل، بتبقى تحفه. عايزه تحطي تونه، عايزه تحطي لحمه، عايزه تحطي فراخ، الحشوه اللي تعجبك حطيها. هنا هنحط جبنه موتزاريلا، لو انتي طبعا عايزه تعملي ميكس بين الجبنه الرومي والجبنه الموتزاريلا بتبقى تحفه. بس انا طبعا ما كانش عندي جبنه رومي، فانا مشيت بها بس بالجبنه الموتزاريلا، استكفيت بيها. برضو نفس الخطوه هنا. ولما تيجي تحطي هوت دوج وتحطي المكونات بتاعه البيتزا، ادوها رشه فلفل اسود ورشه ملح، بتديها طعم حلو قوي يا جماعه. يعني ادوها رشه كده صغيره من الفلفل الاسود والملح، بتديها طعم يجنن. هتبداي تحطي الفلافل تاني والجبنه نفس الترتيب بتاع الاولانيه هنحطه هنا، بس الاختلاف ان انا حطيت زيتون عشان خاطر التانية في اللي بيحب الزيتون وفي اللي مش بيحبه، فانا هنا حطيت زيتون. هتحطي بقى جبنه موتزاريلا تاني نفس الترتيب بالظبط، هتدخليها على درجه حراره 180. بصوا بقى انتوا طالما عايزينها يعني بتمط، فانتوا تاكلوها هي سخنه. دي كمان كده هنا بردت معايا، يعني شوفوا المطه اللي كانت تجنن دي، وكمان كده كانت بردت معايا. انت هتقطعيها لو ولادك طبعا، عشان المطاعم وبيشوفوا المطة ومش عارف ايه والشغل العالي اللي هم بتاع المطاعم، فهم بتبهرهم حتة المطة بتاعت البيتزا. فانتي بقى ايه تديها لهم سخنة. ده هنا كمان كانت بردت، هنا ايدي بقى ارتفعت شوية عن الكاميرا فامتدت طويلا فوق. فبصوا طعمها مش قادرة اشرح لكم، يعني هي بصراحة تجنن. والمطة دي تحفة، وكل ما تديها لهم وهي سخنة كل ما هتبقى بتمط معاهم اكتر. فهم الاطفال كلها بتحب الموضوع ده قوي، يعني هي الموضوع ده بيبهرهم شوية. فانتي تديها لهم وهي سخنة، عشان هي لو بردت فانتي هتخسري الموضوع ده خالص. بس كده. وهنا طبعا انا عاملاها ساده، برضو في اللي بيحب الساده. الحشوه والميكس اللي يعجب اللي حواليكي اعمليه، يعني ما تمشيش على الخطوات بتاعتي والميكس بتاعي انا، لا انتي امشي على اللي انتوا بتحبوه. بس انا بديكي بس مجرد الحاجات اللي تسهل عليكي الموضوع. يا رب الفيديو كان عجبك، متنسيش تعمليه لايك. باي باي.